هل تساءلت يوما كيف يمكن لنص واحد أن يحمل معنيين لا يلتقيان؟ كلمات متطابقة، حروف متطابقة، لكن من يقرأها هنا يرى شيئا، ومن يقرأها هناك يرى شيئا آخر تماما. فالقراءة تبدأ من الرؤية، ومن يقف على أرض لاهوتية مختلفة يرى نصا مختلفا، وإن كانت الحروف واحدة. هذا ما يفعله قداس الفتح. يبدأ بسورة النصر، لكنه لا يتلوها كما تتلى في المساجد، لأن العلوية النصيرية ليست مذهبا يؤول النص، هي ديانة قائمة بذاتها تقرأه من داخل رؤيتها الخاصة، وهذه الرؤية تغير كل شيء. في القراءة الإسلامية الرسمية النصر هو نصر الله للنبي، والفتح هو فتح مكة، والناس يدخلون في الإسلام. وهنا تقف، فهذا الدين يبدأ من أرض أخرى، أرض فيها المعنى يتجلى في الصورة الأنزعية، صورة علي الأنزع البطين، ظهورا حقيقيا دون حلول ولا امتزاج. وفيها محمد ليس نبيا فحسب، هو الاسم الأعظم، أول ما اخترعه المعنى من نور ذاته، وأول فتح في هذا الوجود. وفيها سلمان ليس صحابيا فحسب، إنه الباب الأكرم والقائم بالدعوة إلى معرفة المعنى في كل دور وزمان. من هذه الأرض تقرأ السورة. النصر ليس حدثا مضى، والفتح ليس مكانا فتح. النصر هو سلمان، والفتح هو محمد، والفاتح هو أمير النحل. وإذا ليست إشارة إلى الماضي، هي شرط للمستقبل، إشارة إلى ما لم يأتي بعد، إلى الرجعة البيضاء والكرة الزهراء، إلى يوم الظهور الأخير، حين يخرج الباب أولا داعيا إلى معرفة مولاه، ثم يظهر المعنى من عين الشمس بصورة العلي الأنزع البطين، ويدخل الناس في معرفة الله أفواجا. وهذا هو الفتح الثاني. وثمة فتح ثالث أقرب منك، إنه أنت، حين تتلقى الدستور لأول مرة من يد السيد المعلم. أنت تعيش فتحا شخصيا، لا يشبه فتح الجيوش ولا فتح المدائن، إنه فتح الباطن، ابتداء شيء لم يسبق له مثيل في حياتك، لحظة خرجت فيها من ظلمة الجهل إلى نور المعرفة، ومن الحيرة إلى اليقين. 3 فتوح في نص واحد. الفتح الكوني الأول حين أظهر المعنى اسمه من نور ذاته، والفتح الكوني الأخير حين سيظهر للخلق للمرة الأخيرة، والفتح الشخصي الذي يعيشه كل مريد في لحظة دخوله الطريق. 3 فتوح تراها إذ كنت تقرأ من الأرض الصحيحة، ومن هذه الأرض نتلو قداس الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سمعت وأطعت، وصدقت ونطقت، ونطقت جميع جوارحي وجناني بشهادة أن لا إله إلا مولاي علي أمير المؤمنين، الملك الحق المبين، الذي فتح لنا فتحا مبينا، نصر من الله وفتح قريب، وهدانا إلى الصراط المستقيم. وأشهد أنه اخترع السيد محمد من نور ذاته وغاية متجلياته وموقع صفاته، كدوي الماء من الماء، أو كشعاع الشمس من الشمس، أو كحس النفس من النفس. وإن شاء بالظهور أظهره، وإن شاء بالغيب غيبه تحت تلال نوره. وأشهد أن السيد محمد خلق السيد سلمان بأمر بارئه وقدرة منشئه من نور نوره، وجعله بابا ومبوب الأبواب وسبب الأسباب وغاية الطلاب ومنشئ السحاب، لا دخول لله إلا منه، ولا معرفة إلا به، وهو الطريق وهو الدليل
وأشهد أن السيد سلمان اختص لنفسه الخمسة الأيتام الكرام، فسماهم وقربهم وجعلهم رؤوس العلم والإيمان: اليتيم الأكبر، والكوكب الأزهر، والياقوت الأحمر، والمسك الأسفر، والزبرجد الأخضر، المقداد بن الأسود الكندي، وأبو ذر جندب بن جناد الغفاري، وعبد الله بن رواحة الأنصاري، وعثمان بن مظعون، وقنبر بن كادان، عبيدا لمولانا أمير المؤمنين لذكره الجلال والتعظيم، وهم مدبرو هذا العالم من مشرق الشمس إلى مغربها، وقبلتها وشمالها، وبرها وبحرها، وسهلها وجبلها، وما حاطت الخضراء وحوت الغبراء، إلى سرمرة التي اتفق فيها المؤمنون، مستورين على أعدائهم، منصورين على رأي شيخنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، لا يشكون ولا يشركون، ولا بسر الله يبيحون، ولا يخرقون للمعنى حجابا، ولا يدخلون إلا من باب. اللهم اجعلنا بجملتهم مؤمنين مؤمنين ومطمئنين ومؤيدين، مجبورين على أعدائنا وأعدائهم، منصورين بسر الفتح ومن فتح الفتح ومن كان الفتح على يده اليمين، بسر أسيادنا محمد وفاطمة والحسن والحسين والمحسن الخفي، بسر نور الله المشرق المضيء، بسرهم أجمعين علينا من ذكرهم السلام، سرهم وسر استذكارهم الصالح، أسعدهم الله أجمعين. هنا ينتهي القداس، وندخل الآن إلى الشرح العرفاني. أغمض عينيك لحظة. أنت تبدأ هذا القداس بإقرار وتصديق: سمعت وأطعت وصدقت ونطقت. وحين تقولها أنت لا تؤدي طقسا، أنت تعلن أن كل ما فيك، جوارحك وقلبك، دخل في هذا الإقرار، لا استثناء ولا تحفظ. ثم تأتي الشهادة بي فتح لنا فتحا مبينا، وهنا تقف لتتأمل مرة أخرى. الفتح في هذا اللاهوت ليس حدثا تاريخيا مضى، إنه ابتداء شيء لم يسبق له مثيل. هو اللحظة التي شاء فيها المعنى أن يعرف، فأظهر ذاته في الصورة الأنزعية، صورة علي الأنزع البطين. فلا سبيل إلى معرفة الذات إلا برؤيتها، ولا سبيل للرؤية إلا بالتجلي، والتجلي يقع بحسب قوة الناظر، فيراه كل امرئ بقدر ما صفت مرآته. هذه الصورة المرئية هي الفاروق الأكبر، من عرفها على حقيقتها هداه الله إلى الصراط المستقيم، ومن أنكرها وجحدها وقع في الظلمة التي تؤدي إلى سواء الجحيم. ولك أن تتساءل عن معنى الأنزع البطين، ففي هذين الوصفين سر عظيم. الأنزع في الظاهر هو المنحسر الشعر عن الرأس، صفة علي في ناسوته، وفي الباطن هو المعنى الذي لا غاية له، ولا بداية لأوليته، ولا نهاية لآخريته، على فوق العرش والسماء، ولم تخل منه الأرض والفضاء. علوه علو قدرة وإبداع، لا علو مكان أو انتقال. تعالت عظمته أن تحيط به الظنون، وجل شأنه عن وصف الأنام. والبطين في الظاهر هو كبير البطن، صفة علي في جسده، وفي الباطن هو البطين عن جاحديه ومنكريه فلا يعرفونه، والظاهر لأوليائه فلا ينكرونه ولا يجهلونه. فهو تعالى ظاهر لمن يرى، بطين عمن لا يرى. وتكمل إقرارك وتشهد بالاسم، بالسيد ميم محمد الذي اخترعه المعنى من نور ذاته، وتتوقف هنا عند كلمة اختراع. لم يقل خلق، لأن الخلق إخراج من عدم إلى وجود، أما الاختراع
فهو إبداء شيء من شيء موجود، والاسم الأعظم السيد محمد أبدع من نور الذات، ونور الذات موجود مع الذات قبل وجود الكائنات، ليس له ابتداء كما ليس له انتهاء، كدوي الماء من الماء، أو كشعاع الشمس من الشمس، أو كحس النفس من النفس. فهل ينفصل شعاع الشمس عن قرصها؟ هل يمكن أن ترى النور منفصلا عن مصدره؟ هكذا هو الاسم من معناه، متصل لا منفصل، قديم بالنور، محدث بالظهور. ونقول في هذا ما قاله الباب الأكرم السيد سلمان نفسه حين سئل عن العلاقة بين الاسم ومعناه. لا نقول أن السيد محمد مخلوقا إجلالا وإعظاما له، وإنما نقول أن المعنى فوقه، ولم ينفصل عنك يا مولاي ما اخترعته، ولا بان عنك ما أطلعته. والآن تفكر معي، فكل ما توهمته في الله وخطر ببالك هو واقع في الاسم الأعظم، لأن المعنى تعالى أوقع أسماءه وصفاته على اسمه تشريفا له وتعظيما. فالمعنى هو المسمي، والاسم هو المسمى، والمعنى هو المرسل، والاسم هو الرسول. وحين تقرأ قول المولى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن، أنت لا ترى كرسيا في السماء، أنت ترى تجلي المعنى ذاتيا في القبة المحمدية، فهو الخالق، وترى ظهوراته المثلية عندما شرف اسمه بإزالته وظهر كمثله في 12 سطر الإمامية، وترى تجلياته 6 في القباب السابقة، وهذا معنى الأيام 6، وترى السماوات أبوابا والأرض يتيما أكبر، فكل سماء هي سلمان، وكل أرض هي المقداد. نعم، النص القرآني واحد، نعم، والحروف متطابقة، لكن من يقرأه بعيون الدين الشعيبي والمذهب الخصيبي يرى عالما آخر ودينا آخر. وفي هذا الدين تتابع رحلتك مع الفتح وتصل إلى الباب، وتشهد أن السيد محمد خلق السيد سلمان بأمر باريه من نور نوره، فالمعنى فوض القدرة إلى اسمه الأعظم، فخلق الباب ونصبه طريقا إلى المعرفة، لا دخول إلى الله إلا منه، ولا معرفة إلا به. هو باب رحمته ومبدي حكمته ومخرج مشيئته ونوره في كل خلقه، ومن خلاله تجري جميع الخيرات والمدد إلى المراتب الأدنى. وهو في النورانية جبرائيل، وفي البشرية سلمان، اسم واحد، مرتبة واحدة في أشكال متجددة. ثم تصل إلى الأيتام 5 الكرام، وتشهد أن السيد سلمان اختصهم لنفسه. وهنا تقف طويلا، لأن ما يقوله هذا اللاهوت عنهم لا يشبه ما تعرفه عن أحد. هم ليسوا صحابة فحسب، ولا ملائكة بالمعنى الذي تعرفه، هم شيء آخر تماما. تخيل أن كل ما تراه في هذا الكون، الأرض تحت قدميك، والهواء الذي تتنفسه، والنار التي تدفئك، والماء الذي يحييك، والجوهر الذي يبني كل شيء، كل هذا ليس مجرد عناصر، هو أشخاص، وكل شخص منهم كوكب في السماء، وكل كوكب يوم من أيام الأسبوع، وكل يوم وظيفة في تدبير الوجود. والآن تمعن في هذا. المقداد بن الأسود الكندي اليتيم الأكبر هو الكون الجوهري، وهو كوكب زحل، وهو في النورانية ميكائيل، وهو يوم الثلاثاء، وهو حرف الألف، ثابت اليقين بباريه، وفيه قال الصادق: خرج إليكم من علمنا ألف غير معطوف، ولو انعطف لانعطفتم. وأبو ذر جندب بن جناد الغفاري الكوكب الأزهر، وهو الكون الهوائي، وهو كوكب المشتري، وهو في النورانية إسرافيل،
وهو يوم الأربعاء، وكل نفس تتنفسه بإذن الباري كان منه. وعبد الله بن رواحة الأنصاري الياقوت الأحمر، وهو الكون المائي، وهو كوكب عطارد، وهو في النورانية عزرائيل، وهو يوم الخميس. وكل ماء أحيا أرضا ميتة بإذن الباري كان منه. وعثمان بن مظعون المسك الأسفر، هو الكون الناري، وهو كوكب المريخ، وهو في النورانية دردائيل، وهو يوم الجمعة. وكل نار أضاءت ظلاما بإذن الباري كانت منه. وقنبر بن كادان الدوسي الزبرجد الأخضر، وهو الكون الترابي، وهو كوكب الزهرة، وهو في النورانية صلصائيل، وهو يوم السبت، والأرض التي تقف عليها الآن، وكل ما ينبت منها ويعود إليها بإذن الباري كانت منه. 5 أشخاص، 5 أكوان، 5 كواكب، وكل ما في هذا الوجود يمر بهم. وهكذا تعلم أن الكون الذي تعيش فيه ليس خلفية محايدة، هو أشخاص يعرفونك وعناصر يدخلون في تكوينك، يحيطون بك ويرافقونك في حيواتك، وهو أنت في كل أبعادك. والآن ستعود معي إلى بعدنا الأرضي، ونصل بالقداس إلى ما اجتمع عليه المؤمنون في سامراء، وربما في مدينة طوس، برئاسة شيخ الدين السيد أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي، حيث تعاهدوا وتآخوا وأقسموا، واتفق رأيهم على رأيه، لا يشكون ولا يشركون، ولا بسر الله يبيحون، ولا يخرقون لله حجاب، ولا يدخلون إليه إلا من باب. وهذه هي القاعدة التي يبنى عليها أساس الجماعة، حيث تصح الأبوة وتثبت الأخوة في هذا الدين. وتصل معي الآن إلى ختام القداس بذكر أسياد القبة المحمدية ال5، وهم أسماء الاسم الأعظم وأشخاص فروض الصلاة في هذا الدور. محمد الاسم الأعظم، شخص صلاة الظهر أول الأوقات، وفاطمة جوهرة الاسم الأعظم وأم الحاءات الثلاث، شخص صلاة العصر، والحسن المجتبى شخص صلاة المغرب، والحسين الشهيد شخص صلاة العشاء، ومحسن الخفي شخص صلاة الفجر وهي آخر الأوقات. 5 لا تقوم صلاة العارفين إلا بمعرفتهم، بسرهم أجمعين علينا من ذكرهم السلام، سرهم وسر استذكارهم الصالح، أسعدهم الله أجمعين. كان هذا بودكاست العلويون سرد لم يكتمل، وكانت معكم الدكتورة هيلين عباس، وفي بعد آخر آريا ستارك. من حيث يودع النور سرا نكمل.